اهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. انتم عم تشوفوا فيديو اليوم حنعمل طريقة الأناني اللبن. شغلتها كتير كتير سهلة، وبنفس الوقت انه بتنحفظ هيدي الأناني بدون براد. هلا بلشنا نفضي الحليب بقلب البرميل، اكيد يعني برميل كبير لحتى نغليه. بدنا نغليهم على النار، وبهيدا الوقت ما شاء الله صارت يغلي الحليب. ما فينا نترك الحليب كمان، لانه اذا تركناه هو عم يغلي اكيد بفور. هاي الطريقه بنت عمي عم بتحركهم بالركوه او بمعلقه منشان ما يفور الحليب. عجبتني هيدي الطريقه لانه الحليب دغري بفور، بس بهاي الحركه اللي عم تعملها ما بفور ابدا الحليب. هلا هون بنضل نغليه كمان حتى تنقص شوي ميته، وبنفس الوقت انه بضاين مده فتره طويله. قلت لكم انا بدون براد. بهالوقت تركناه، لاحظوا شوي تركته انا من دون، قلت لها لبنت عمي بدون ما تحركي، هي صار بده يفور. يعني ما فينا ابدا نترك الحليب، لازم على طول، انه خاصه لما ببلش يغلي نضل نحركه. وهلا خلص غلي، وبدنا نفضيه اكيد بوعاء كبير تيبرد. هلا بنت عمي عم بتفضيهم لحتى يبردوا شوي. وهون لقينا قصتهم طويله هيك بالركبه، فحملون ودلقوهم بهول السطلين تيبردوا اسرع. وهون بعد ما تركناهم تقريبا ساعه، هون بنت عمي عم تجرب انه بتشوفهم اذا بردوا او لا. بتعد من 1 ل10، اذا قدرت تتحمل. هون قدرت تتحملهم، حطت اللبن. هاي بنقلها روبه، حطت معلقتين، وهلا بتحركهم كتير منيح، ودغري بنبلش نفضي بالأنانة. وهون بعد ما حطت اللبن على السريع دغري هن وسخنين، دغري بتفضيهم بقلب الأنانة وبتغطيهم، واكيد مثل ما شايفين بتلفهم بحرام ونتركهم لتاني يوم. وهون كمان صبايان، يعني ما معقول نعمل أناني لبن بدون لبنة. كمان كسبنا الوقت انه نحن بالصيفية وقاعدين عملنا لبنة. هون بنات عمي عم بيعملون من لبنة مدعبلة، نحن بنقلها اكيد مع زيت الزيتون. شايفي ما شاء الله عم صفينهم بالمرطبين. والحلو بهيدي اللبنة عن جد واللبن انه بتضاين وكتير كتير طيبة. وهاي المرطبين صبايا بعد ما خلصنا. بتمنى كتير انا اذا عجبكم الفيديو ما تنسونا باللايك والاشتراك والكومنت، وشكرا كتير.